طبعا بطولة افريقيا بالنسبة لمصر خلصت. الواحد ما اتكلمش بعد مباراتنا مع السنغال، عشان خاطر انت بعد الاقصاء اصلا ما بتقدرش تحكم على التجربة بسبب عصبيتك والماتش وظروفه واسلوبه والقصة دي. ولكن بعد ماتش نيجيريا امبارح تقدر النهارده نحكم على التجربة كاملة ونقول اللي جوانا كله ونحكم على حسام حسن. اولا انا اكتر واحد انتقدت حسام حسن في اول البطولة وطريقة لعبه واسلوبه وظروفه ودنيته، وقعدت انتقد فيه لحد ماتش كوت ديفوار لما اثبت ان هو كان عنده فكر معين وطبقه كويس وكسبنا بيه كوت ديفوار. جينا في ماتش السنغال، المدرب يا جماعه فكره، بفكر في فكره من بالليل من قبل المباراه، سيناريو برسمه في دماغي، ان نجح وبقى كويس بيكسر الدنيا، وان فشل بشيل انا مسؤوليه الفشل كله عشان دي فكرتي انا. فحسام حسن جه في ماتش السنغال حب يطبق كوبي بيست من ماتش كوت ديفوار. اكيد بتوع السنغال مش قاعدين يتفرجوا علينا، قاعدين جاريين وفاهمين ومعاهم جهاز فني محترم جرى اللعب، فبقوا باردين واسلوب لعبهم هادي، قدر ياخد منا المباراه في اخر دقيقه في الدقيقه 80 بغلطه الشناوي، ويتحكم علينا ان احنا طلعنا. ما رضيتش اتكلم عشان اصبر على ماتش ايه؟ نيجيريا. ماتش نيجيريا ماتش قوي، هنشوف هنلعب بنفس الفكر ولا لا. بدا حسام حسن يتعلم وبدا يغير الفكر. طب تجربه حسام حسن ككل ايه رايك فيها؟ انا بالنسبه لي تجربة ناجحة بنسبة 80%. ليه سلبيات؟ ليه سلبيات، ولكن إيجابياته أكتر من سلبياته. سلبيات حسام حسن إنه لسه زي ما هو مندفع، وتصريحاته كتيرة غلط، وتصريحاته بتطص في أي حد، وبيغلط في ناس كتير. ليه سلبيات؟ سلبيات حسام حسن إنه قبل كده قاعد يتكلم على المدربين اللي كانت ماسكة منتخب مصر، وازاي زي كوبر ولا زي كروش انه بيلعب دفاعي، وهو لو هو مكانه ما يلعب هجومي، وجه اتحط في نفس الموقف ولعب دفاعي برضه. فيا كابتن حسام حسن قبل ما تحكم على تجربه غيرك من المدربين ما تتكلمش عليها، عشان هتيجي في وقت تحتاج تلعب بنفس التجربه وبنفس الطريقه، لان اللي على البر عوام، ولما ينزل الميه مش هيعرف يعوم، فهيضطر يعمل زي ما زميله كان بيعمل اللي كان بيعايب عليه. فطبعا كابتن حسام حسن ليه سلبيات. طب ايجابياته ايه؟ اولا خلى الجمهور المصري كله يلتف حوالين المنتخب ويبقى عنده روح ويتفرج عليه. من ايام حسن شحاته واحنا ما تلفناش باللفه دي، وكان اغلبيه الناس اللي بتتابع كوره من على ايام كوبر وايام الناس دي احنا كنا المنتخب بنتفرج له بالضالين امين، ونصنا ما كانش يحب المنتخب. لا، شهاده لله مع حسام حسن والروح اثبت ان احنا المنتخب ده احنا بنحبه قوي وبنتابع كل تفاصيله. طلع اكتر من 10 لعيبه صغار في السن اول تجربه ليهم ودخلهم المنتخب وبداوا ياخدوا خبرات. ما بيخافش من حد. ان مدرب منتخب